اعتقال الداعية السعودي بدر المشاري لم تتوقف منذ أن نشر حساب معتقلي الرأي السعودي خبر اعتقال الشيخ من بيته. فمن هو بدر المشاري ولماذا اعتقل؟ بدر المشاري مشاهدينا من مواليد الرياض، يبلغ من العمر نحو 50 عاما. كان إمام جامع حطين في الرياض، وتخرج من كلية الشريعة في السعودية وحصل على الدكتوراه، وقد عمل رئيسا لقسم التوعية والإرشاد بالحرس الوطني قبل أن يتفرغ للدعوة والمحاضرات. لكن ما هو سبب الاعتقال؟ حتى الآن لم يصدر بيان رسمي من أي جهة سعودية يؤكد اعتقاله أو يتطرق إلى أسبابه، كما لم يظهر أي تصريح على حسابات المشاري من عائلته يتطرق للخبر، وهو ما فسح طبعا المجال لتكهنات البعض. فهناك من أرجع السبب لمواقفه السياسية السابقة كما في هذا الفيديو. ولكن أيضا ما زلنا ننتظر من خادم الحرمين ومن حكام العالم العرب المؤمنون أن يرفعوا بل يقاطعوا مقاطعة اقتصادية. هذا واحد. الأمر الثاني الاعتراف بالمجلس الانتقالي، والثالث كذلك دعم هذا الجيش الحر وفتح باب التبرعات. أما موقع خليجي فيقول إن السبب المتداول هو عدم رضا المشاري عن الانفتاح الأخير في المملكة، غير أن للداعية على حسابه في تويتر تغريدات موالية لملك البلاد وولي عهده محمد بن سلمان، كهذه التغريدة التي نشرها في أكتوبر تشرين الأول الماضي يدعو فيها للأمير محمد بن سلمان. الخبر مشاهدينا أثار موجة من التعليقات المتباينة، فتداول الكثيرون على يوتيوب وسناب شات وتويتر فيديوهات وتغريدات تربوية وتعليمية للشيخ السعودي تظهر فيها شعبيته بين الناس في بلده، وراح آخرون لانتقاد تلونه بحسب تعبيرهم. فصالح الذبياني يقول: هكذا هم الحركيون متلونين حسب ما تقتضيه مصالحهم، ولكن أهدافهم ومبتغياتهم واضحة لكل إنسان عاقل. نسأل الله أن يقي بلدنا وحكامنا وأمننا شرهم وشر مخططاتهم. تركي شلهوب يغرد أيضا على تويتر ويقول: الشيخ بدر نادر المشاري لا دخل له في السياسة ولا المعارضة، فلماذا يعتقله بن سلمان؟ فقط لأنه يسعى إلى إصلاح المجتمع ونشر الدعوة. تغريدة ثالثة من عبد الله بن رحيل يقول فيها: بدر المشاري يعطي نموذج حركي لفقه المرحلة. هكذا هم المندسون ومدعو الأمن الفكري الجدد. آخر تغريدة من عبد الرحمن تقول: والله ما شفت بحياتي مثل نور وجهه صدقه، بس الدنيا انتهت، فك الله أسره بالعز، متضامنين مع الشيخ بدر. الأمر مشاهدينا بالنسبة لآخرين ذهب إلى ملاحظة وتحليل ما هو أبعد من ذلك. فبعد خبر الاعتقال انتشر من بين الفيديوهات مقطع لداعية سعودي وهو يتبرأ من صورة سيلفي التقطها مع المشاري قبل سنوات، وقال مستخدمون إن سبب الفيديو هو خوف هذا الداعية من أن يصيبه الأذى من ظهوره إلى جانب بدر المشاري. السيلفي الذي يجمعني بصاحب هذه الصورة الذي تشاهدون أمامكم كان عام 2016 ونحن الآن في 2023، فلا يدل هذا السيلفي على أني مقر له الآن. لست مقر له الآن، كان قديم هذا السيلفي. شكرا جزيلا لمشاهدتكم ترندينج. سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها.